دي دراسات علميه بقى بتثبت العلاقه ما بين مستويات الكورتيزول المرتفعه وضعف حساسيه الانسولين. تمام. طيب، هل موضوع الاسترس اللي هو التوتر والقلق والاجهاد العصبي بيقف عند الكورتيزول وبس؟ لا يا فندم، ده في حاجه تانية بتمشي في سكة موازية. ألا وهي إيه بقى؟ إنه الاسترس والإجهاد العصبي والتوتر بيفرزوا حاجة اسمها عوامل التهاب في الجسم، في الجسم كله بقى. عوامل الالتهاب دي اتفضلي. قبل ما ندخل في عوامل الالتهاب، انت كده هتخش في اه، حته بقى، انا فهمت خلاص انت هتخش في ايه، عشان كده وقفتك. اتفضلي. احنا عايزين نوضح اللي انت قلته ده كله، لان اللي انت قلته ده كلام علمي بحت، الناس مش نعم. فاهماه. كلام اه، علمي بحت من اول ما انا عشت، اي زي ما انت قلت مثلا، مديري ضايقني مثلا، زي بالظبط بجري من الكلب. المخ بالظبط. ما بيفرقش ما الاتنين بيفرقش. واحد. ما المخ بيفرقش. مش هيفرق، انا جريت من كلب زي بالظبط مديري قرفني، مراتي اه. قرفاني، جوزي مزعق لي، بنتي معصباني، جوزي اه، مش ايا كان لا الجسم الحدث. بيفهم ولا المخ بيفهم ما الكلام ده. بيفهم الاتنين معاه زي بقى. انا بس عايزه اوضح بشكل مبسط لعيلتي الجمال، عيل بدايه جديده، انا عارفه بحاول بقى انزل بكلام التقيل ده والكلام العلمي الرهيب ده، انزل كده ايه باسلوب بسيط، اوضح اللي انت قلته، لان اللي انت قلته ده الناس برضو الى حد ما يا خالد يعني مش فاهمه اللي احنا بنتكلم فيه. فهو ماشي. عقلنا ما بيفرقش ما ما بين انا بجري بيفرقش. من كلب، او انا عندي حدث، مشكله في شغلي، ابني مزعلني، خايف مثلا من اقساط، شايل هم الدولار، شايل هم الرزق بتاع بكره، عايزه امن المستقبل ايا كان اللي انت فيه. ورغم إن دي حاجه تخليني اروح في حته تانية، لما اتعلمنا مشاعر بيقول لك حاجه لطيفه جدا: ايه الفرق ما بين الاضطراب والاتزان؟ ايه ايوه، الفرق ما بين الاضطراب والاتزان؟ انا اكتشفت ان كلنا مضطربين. يعني ايه؟ ده بيقول لك حقيقي. في دراسة الطب التصنيفي الشعوري ان اي لحظة بتمر في حياتنا وانا مش بريزنت، مش حاضر، مش عايش حاضر مش هنا دلوقتي، والآن. مش هنا مم. الآن. ويعني انا ممكن ابقى مع خالد ومركزه مثلا، بعد ما عايزه اعمل مش عارفه اروح ايه بعد، يبقى انا كده مش بريزنت، يبقى انا هنا حالا بفكر بعيش يا اما في حاله. المستقبل يا اما سرحان في ذكرى في الماضي. بعيش حاله مضطربه. طب امتى اعيش حاله متزنه؟ ان انا قاعده مع خالد، فانا مركزه مع خالد، وعقلي وتركيزي وروحي وقلبي كله بريزنت، انا حاضر دلوقتي في اللايف مع خالد، وعايزه افيد الناس اكتر استفاده، فانا مركزه مع خالد. طيب ده ينطبق على حياتي في اليوم. انا لو انا قاعد جوه طول اليوم مثلا، انا مش بريزنت في انا مش حاضر، انا شايل هم مش عارف بكره اعمل ايه، او انا مثلا بعمل حاجه وبفكر في حاجه تانية، او انا مش عارفه بكلم بنتي مثلا وجوزي مش عارف كذا، او انا في شغلي وشايل هم هروح العيال هاكل ايه واتغدى. اي لحظه، اي لحظه، مش بقول لك اي ساعه او اي دقيقه، اي لحظه بتمر في حياتنا يا جماعه انا مش حاضر، انا مش بريزنت، مش حاضر هنا الان، مش بعيش اللحظه. زي بالظبط لو انا بصلي واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ومش حاضر. يعني ايه مش حاضر؟ يعني انا بصلي واقف وقلت الله اكبر عادي جدا اهو وخلصت صلاه. طب انت جيت في الصلاه، او انا دي الركعه الثانيه ولا الركعه الثالثه؟ طب كده ما وانا فيش قلت مش حضور. عارف كذا وانا عملت كذا. طب ده كده انت مش بريس، انت مش حاضر. اه، ما هي دي بقى معنى من كلمة الحاجات اللي احنا الحضور، هنتكلم عليها في الاخر. معنى كلمة الحضور ان انا واقف قدام الله سبحانه وتعالى، مجرد ما اقول الله اكبر، حتى ممكن استنى شوية ان انا ابقى بريزنت. وده هنقوله في الرحلة. يعني برنامج الرحلة انا عايزة اقول لكم ان انا كل حاجة مريت بيها في رحلتي انا مركزة ان انا اشتغل عليها ببرنامج الرحلة، لان ده هدفي اقسم بالله، ان بني ادم يخش لي يخرج بني ادم تاني خالص من الرحلة. لان زي ما كانت رحلتي هي رحلتك بقى في الرحلة، ان احنا ازاي نبقى حاضرين في كل حياتنا. هتحسوا بحاجه غير طبيعيه. انا كنت بصلي عادي زي اي حد بيصلي، بس بقى داخله مثلا شايله هم حاجه، او عندي مشكله في شغلي، او عندي اي حاجه في حياتي، زي ما دخلت زي ما خرجت، يبقى انا كده كنتش حاضره. لان لو انا دخلت بالظبط. اصلي وانا حاضره واعني كلمه الله اكبر، وقفت شويه عشان اعيش المعنى، يبقى ساعتها الله اكبر من اي حاجه، الله اكبر من اي خوف، من قلق، من توتر، من ستريس، من رزق، من اي، لان الله سبحانه وتعالى كن فيكون. فكون ان انا ابقى حاضر واقف قدام ربنا، واقعد ادعي بقى واطلب الطلبات اللي انا عايزه بقى، وفي خشوع كده، واستحضر ايات معينه، واقرا، مش اقرا بكل هو الله احد وكل اعوذ برب الفلق مثلا، ولا وواقف وعمال بسمع حاجات،
انا حاضر. حتى لما بنتكلم بكلام بسيط، مش لازم اللي هو اتكلم يعني اللي هو حرك بس شفايف، ده بيساعد اكتر ان انت تبقى حاضر. في حاجات معينه مظبوط. بنعملها في الصلاه بتخلينا فعلا بنحاول نبقى حاضرين. كل ده بينطبق في حياتنا، في اي لحظه بنعيشها في حياتنا. انا مش هنا الان، دي لحظه مضطربه في عمرنا. فانت لو انت شايل هم كمان دقيقه، مش هقول لك كمان ساعه، مش هقول لك كمان شهر، مش هقول لك بتأمن على العيال والدولار والاسعار والاقساط و مفيش الكلام ده. انت اوريدي بتعيش حاله مضطربه، لان معلش، مع احترامي لكل الناس وانا واحده منكم، يعني عشت مشاكل كتير ولسه عادي جدا عندنا اقساط وعندنا مرتبات اهوت، بقينا في رحله وابلكيشن دافعين فلوس قد كده عشان نعمل ابلكيشن. لا، انا اشيل هم ليه؟ كل مرحله تيجي تشيل هم او تخاف من انت في ايه؟ معلش، في ثانية كن فيكون. ده صح. عايز ايه؟ ده عايز يقين. عايز يقين، يقين عالي قوي ان ربنا سبحانه وتعالى في لحظة، في لحظة، اصل معلش هو اللي بيرزق، هو اللي بيعمل كل حاجة وكل حاجة، احنا ولا حاجة اصلا. يعني احنا هنا بنأدي رسالة معينة. فنرجع لكلام خالد، انا رحت في حتة هنا الآن، لان الفكرة اللي خالد بيتكلم فيها ان احنا لما بنجري من كلب زي بالظبط لو انا حصل اي مشكلة في حياتي، الجسم ما اه. بيفرقش فيطلع خلي الكورتيزول. خلي بالك بقى، بنجري من الكلب زي ما بنجري من الفقر، زي ما بنجري من ان احنا نفضل عايشين لوحدنا من غير ارتباط عاطفي، زي ما بنجري من الفشل، كله جري. هم كله جري. كلهم عبارة عن كلاب بنجري منها. صح صح. فايه اللي بيحصل بقى؟ ان الكورتيزول لما بيعلى يا جماعه كل حاجه بتقف. خالد ما كملش، انا عالي، مفيش حرق، او الحرق بيقل، مقاومه انسولين تزيد، تخزين والجلوكوز دهون يزيد يزيد، كمان. كله بقى باظ في الجسم. الكورتيزول ده حرفيا بيخبط في كل حاجه. الطبيعي ان هو يطلع هو نورمال، يعني هو لو طلع في النورمال رينج ده حاجه هيلسي، حاجه كويسه جدا. مظبوط. ليه؟ لما انا اخاف من امتحان، انا عندي امتحان ورايحه امتحن، فهو حاجه هيلسي او حاجه صحيه، يعني ان انا يبقى عندي مشاعر خوف فابدا الكورتيزول يطلع، دي حاجه نورمال وحاجه طبيعيه يزود جدا، عندك التركيز بقى عشان ساعتها. يخليني فوكس اكتر على الامتحان اللي انا اه، داخلاه. لكن بالظبط. اي حاجه لما بتزيد عن عندها وتقعد بقى في الجسم، انا في كرونيك ستريس، انا عايش بقى حياه اللي هو النهارده زي امبارح زي بكره، وحياتي مش عارف كذا، ولازم اروح اشتغل علشان اقبض الفلوس، وانا في اخر الاسبوع ما اناش ساتسفاي بحاجه ومستني يوم الاجازه، وبصحى كل يوم عشان اطبخ للعيال واعمل المواعين واغسل مش عارف ايه واطبخ مش عارف ايه، النهارده زي امبارح، انتوا ما انتوش حاسين بيا، انتوا مش صح يا ست الكل، الكلام ده اللي بيتقال في العياده. انت مش حاسه بالرساله، فانت بالتالي انت كل يوم اندر ستريس، وكل يوم بتدخلي جسمك في حته ظلمه جدا. بدل ما تعلي مظبوط. لي حساسيه انسولين ونخفض سكر دم، عماله تخبطي لي في الخلايا وتعلي لي مقاومه انسولين وتبوظي لي في الحساسيه وتخزني لي في الدهون ونومي يبوظ وكل حاجه تبوظ. يلا شكرا. ماذا فعل بالظبط. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بالظبط. كوتش خالد بقى هيبقى معانا في الرحله، يقول لنا نعمل ايه بالظبط. بالتقنيات بتاعته اللي هو جاي لنا بيها دي. جاي لنا انت بتقنيات، ها؟ مش جاي بايدك فاضيه. انا جاي بايدك انا فاضيه. لا لا، راجل ما فاضي. تقلقيش، في طبعا تقنيات، في طبعا تقنيات.